بسم الله الرحمن الرحيم. لقاء خفيف وجميل مع أبو شاكر الأحسائي صاحب الحنجرة الذهبية للمناسبات أهل البيت، أفراح وأحزان. أبو شاكر لما نقول أبو شاكر من له الفضل في إنشاء أبو شاكر؟ طبعا له الفضل الحبيب الغالي رحمة الله عليه أبو هاشم الأحسائي ناجي الخليفة، هو له الفضل بأن أبو شاكر طلع على الساحة وصار خادم لأهل البيت. في أي عام؟ 1407 أتوقع، اكتشفني أبو هاشم 1407. أول مجلس السنة كان أفراح أو أحزان لأهل البيت؟ طبعا بداياتي كانت مع الفرق، مع فرق الإنشاد، وأول قصيدة لا طبعا كانت للإمام الصادق عليه السلام، سلام الله عليه. طيب. وشاعرها السيد علي آل طه القصيدة طبعا. ما شاء الله. وبعدين خلاص ضمن الأفراح والأحزان. ما شاء الله، الله يعطيك الصحة والعافية. ماذا يعني لك أهل البيت؟ ماذا يعني لك؟ ما هي العشق الولاية ذا؟ أهل البيت سلام الله عليهم لهم الفضل، أصلا لهم الفضل بأن احنا نكون خدام حق أهل البيت، والحمد لله رب العالمين اللي اتبع أهل البيت ناجح دائما. هل لك أحد الأئمة المعصومين دائم تتوسل به؟ الإمام موسى الكاظم ما شاء الله عليه السلام، سلام الله عليه. باب الحوائج. باب الحوائج، نعم. الله يعطيك الصحة والعافية. حبيبنا الغالي. وشاكر لكل من يريد أن يتعلم منك ماذا تريد تقول؟ نقول له بعد احنا الباب مفتوح، يقول لك بس أهم شيء يستمع الرواديد ويحضر مجالس ويتعلم، والخدمة طبعا للجميع، لا هو لأبو شاكر ولا رجل اتخذت قدوة لك، ما هو هذا الرجل؟ أبو هاشم. أبو هاشم الشاعر ما تستغني عنه طول حياتك، سيد عدنان آل طه. ما شاء الله. هنيئا لك على الخدمة حبيب الولاية. قلبي حبيبي. أتمنى لك المزيد والمزيد في خدمة شاكر لك محمد على هذا وآل اللقاء محمد. البسيط. يخليك ربي، وإن شاء الله ننسق وياك لقاء أكثر إن شاء الله يا وجلسة حبيب أفضل. قلبي، الله يحفظك إن خليك شاء الله. ربي يا حبيبي. حبيب قلبي عزيز الغالي. يا مرحبا بالردود العزيز صاحب الحنجرة الذهبية أبو شاكر الأحسائي. أبو قلبي. شاكر، عرفنا على هذه الفرقة. الفرقة اسمها فرقة طلائع المهدي بالأحساء، طبعا من قرية الصابات والجميع. ما شاء الله. متى تأسست هالفرقة؟ والله ما أنا من ضمن يعني مش من أول، بس أخذت يعني في ال10 سنوات من تأسيسها.